ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ وحشتوني جدا. انا قلت والله اصور معاكم الفيديو القصير ده. انا لسه راجعه من شغلي، تمام. بس قبل ما اطلع انا المفروض اكون في بيتي الساعه 6:30. بس انا ايه يعني، نزلت وصلت صاحبتي ومشيت معاها شويه ورجعت تاني اشتري حاجات انا محتاجاها معايا لبكره. كان في زمايل قصدني فيها فاشتريتها ليهم، وبكره بقى ايه هروح اديها لهم وكده. بس في حاجات تخصني انا عايزه اوريها لكم، بس دي بامانه بجد مفعوله سحري قوي، وعملتها وعلى طول بعمل فيها كده، والحمد لله يعني جميله جدا جدا جدا. انا مش بشوقكم ليها، بس هي حقيقي فعلا هي جميله قوي. فانا هطلع اوريها لكم واعمل معاكم فيها المفاجاه اللي انا بعملها تكون على طول. ولله الامر من قبل ومن بعد، الحمد لله. ربنا بس ييسر لي حالي وييسر حالكم، والحمد لله. انا كنت هسهر النهارده والله في المصنع، بس ما حصلش نصيب. انا مش بكذب يعني، هو انا شغاله في مصنع الحمد لله ليه اسمه والمكانته وكل اللي هناك من صغير لكبير على دماغي، كلهم ناس محترمه جدا. انا كان نفسي اسهر بس علشان ازود دخل، عشان انا عندي التزامات عايزه اسدها وكده. انا مش هكذب، الحياه غاليه، وانا برضو بالرغم ان انا لوحدي واهلي اي نعم مش مخليني عايزه حاجه والله العظيم، وبالذات والدتي ربنا يخليها لي ويبارك لي في عمرها، ولا اخواتي ولا بابا ولا ولادي حتى. فانا بحب يعني، مشكلتي اني ما بحبش اعتمد على حد. دي مشكلتي بجد، انا اللي ما بحبش اعتمد على حد خالص. بحب اكون انا، بحب اكون شخصيتي، بحب اكون كياني، ما بحبش ان انا اعتمد على اي حد ولا على حاجه خالص. مش عارفه دي بقى مشكله فيا ولا حاجه ميزه فيا. ان انا اتعلمت من المسلسل كمان، من بعد والدي طبعا ووالدتي. اتعلمت من مسلسل عبد الغفور برعي، والشخصية المستقلة بنفسه وزي بنى نفسه بنفسه. فأنا بحاول على قد ما أقدر إن أنا أكون يعني 1%، 1% من اللي هو عمله، لأن ده حاجة ما تعيبنيش. أنا ما بحبش أعتمد على حد، أنا بحب أعتمد على شغلي، بحب أعتمد على نفسي، بحب أعتمد على كياني. حتى لو بموت لازم أكون نازلة أشتغل، حتى لو بموت لازم أكون نازلة أشتغل. فالحياة طبعا غالية، وانا والله العظيم ايوه لازم على طول. امبارح بيقولوا لي انت فتحت القناه دي مش عشان تبقى معانا، علشان زيادة الدخل. بصوا، هو مش عيب ولا حرام زي ما بقول لك، ايوه هو فعلا زيادة دخلية ونجاح، تمام.